قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة علشان ده بيحمسنا نستمر جدا، ولو على الفيسبوك اعمل لنا متابعة. بيبدأ المسلسل في النمسا في الأربعينات بالتحديد، في قاعدة عسكرية سرية فيها حجر نحاسي، وهي مادة سرية تم تطويرها من قبل العلماء علشان يصنعوا جندي فائق القوة. وبشكل غير متوقع بيقتحم مجموعة من المهاجمين المجهولين اللي مش عايزين حاجة غير المادة دي، ولما أخدوها بيحطوها بعناية في صندوق معدني وبيقفلوه باللحام. بعد كده المادة بتختفي لعقود، وبنرجع للوقت الحاضر وبنشوف شخص اسمه كريل بيوصل لخزنة بنك ولقى جسم غريب في صندوق الوديعة، وبيكون الحجر النحاسي. وبعد ما بيلمسه بدأت حاجات غريبة تحصل لجسمه، وبنشوف الراجل ده عنده قدرة يحول ذرات جسمه لأي مادة يلمسها. بعدها بيوصل الحجر في ايد عملاء شيل وبيسيب حرق في ايد هارتلاند، ورغم كده القيادة أمرتها تكمل المهمة وتسلم الحجر للقاعدة. وفي خلال الطريق العميلة هارتلاند بتطلب من شريكها هانتر يقطع ايدها، ولما الشاب يوافق على طلب صاحبته بيتصدموا بنفس الشخص اللي بيتحول، وبيقف قدامهم على الطريق وبيستعمل قوته وبيحول جسمه الأسمن. والعربية بتتقلب على الطريق، وبيكون كريل مش مهتم بحياة اللي في العربية وإنه عاوز الحجر، وبياخده من إيد هارتلاند المحروقة وبيمشي. بعدها ميليندا بتوصل لموقع الحادثة وبيقول لها هانتر تروح تطارد لانس بسرعة وما تقلقش عليه. وبتظهر القوات العسكرية وهانتر بيسلم نفسه للعسكريين، وبنشوف ميليندا وهي بتطارد كريل اللي بيحاول يهرب، وبتقرب منه وبتقدر توصله، بس القائد بيأمرها تلغي المهمة علشان عدد المدنيين الكبير. بعدها بنشوف ديزي جونسون بتطير للقاعدة وبتحكي للزعيم عن العنصر اللي فيه رموز هي عارفة ايه هما، والبنت بتحاول تجيب تفاصيل من كولسون، بس هو كان قلقان اكتر على هانتر حاليا انه يتقبض عليه. لكن المفاجأة ان الجيش ما بياخدوش لمكتب الجهاز، بس بيرموه في حقل بعيد بره المدينة. وبعد دقايق هليكوبتر بتظهر جنب الشخص، وجنرال بيظهر وبيطلب منه يروح معاه. بعدها العملاء بيفكوا نظام التمويه، وبيكونوا خايفين ان فيتز يغضب لو عرف ان شغله خدوا حد تاني، وبيكون بالصدفة موجود في اللحظة دي، وزمايله بيحاولوا ينقذوا الموقف وبيطلبوا منه يساعد في التجهيزات. بس فيتز مش بيفتكر المواد الأساسية لسبب ما، وأثناء الرحلة الجنرال بيحاول يسأل هانتر ليه قرر يتغير من مهنة عسكرية لشغل المرتزقة، وبيقوله إنه الحب هو السبب. والمحادثة بتتحول للموضوع الرئيسي، وبيطلب منه الجنرال يسلم كولسون الرئيس بتاعه، وهانتر بيوافق بس بيطلب مبلغ كبير في المقابل واحتفال يكون مناسب لزميلته اللي توفت. في نفس الوقت كولسون بيبحث في الملفات وبتدخل عليه ديزي وبتسأله عن العميلة هارتلاند لأنها ما رجعتش، والمرة دي الزعيم مش بيخبي الحقيقة بس مش هيسمح ليهم يبحثوا عن الجاني لمجرد الانتقام. وفي الوقت ده بنشوف هلوسات فيتز بتظهر تاني، وبيبدأ يشتكي لصديقته الخيالية إن زمايله بيتجنبوه، وهي بتنصحه إنه ما يوقفش ويبحث عن فرصة يعطل كريل، وبترشده للوثائق اللي في الطبعة بنتائج اختبار الحمض النووي للمتحولين، وكريل منهم. بعدها كريل في نفس الوقت بيبقى قاعد في كافيه وبيخبي الحجر تحت كمه وبيحاول يبقى مش بارز، بس النادلة في المطعم بالصدفة بتلمسه وهي بترتب الطاولة وبتتصعق. وميليندا في نفس الوقت بتراقب المتحول بره الكافيه وهي بتتكلم مع المكتب، لكن فجأة بتسمع صراخ من الكافيه وبتدخل جوه وبتشوف النادلة اتحولت لحطام محروق. بعد ما تنقل المعلومات لفيل، ميليندا بتفهمه ان كريل بيفقد السيطرة وان الناس اللي حواليه في خطر كبير. بعدها هانتر بيرجع للمدينة وهو بيقابل زميله سبايكس، وبعد ما بيفتشوا وبيقيدوا العميل سبايكس بيوديه لمكتب الزعيم كولسون، وبيبدأ يتكلم مع هانتر بكل صراحة، وهانتر بيعترف باللي الجنرال وعده بيه مقابل المعلومات دي. فالزعيم بيوعده انه هيدفع له المبلغ المناسب وبالمقابل انه يختفي مؤقتا بمجرد ما يقدروا يمسكوا كريل. وفي الوقت ده فيتز بيواصل دراسة اختبارات المتحولين وبيكون عنده بعض الافكار. في اللحظة دي ماكنزي صديقه بيقرب منه وبيشارك افكاره معاه، وفي نفس الوقت هانتر بيروح لغرفة هارتلاند وبيشوف ديزي بتجهز حاجات أصحابها. بعدها بنشوف كريل بتقابله ست بالصدفة وبتتكلم معاه، وبيكون كريل شاكك فيها بس هي بتلاحظ الخدوش اللي على رقبته وبتقدم له مساعدة.
وإنه يحافظ على قوته الخارقة دي، لكنه بدل ما يشكرها بياخد منها العلبة وبيمشي. بعدها بتوصل رسالة لمكتب شيلد من رقم منظمة الهايدرا، ولما بيحاولوا يتواصلوا معاهم بيتعرف كولسون على الصوت، وبتكون صديقة قديمة لكولسون وبيكون اسمها رينا، وبتكون بتحاول تحذر صديقها إن الحجر الخطير ده هيقع في إيد هايدرا، وهي عايزة تساعده إنهم يمنعوه. وبتبلغ رينا كولسون إن كريل سرق منها قطعة معدنية ثمينة واللي فيها جهاز إرسال مدمج، وإنه يقدر يتم استخدامه للبحث عنه. فبيجمع كولسون فريقه الأفضل وبيدي الأمر لهانتر علشان يشارك في العملية معاهم. وفي الوقت ده ماكنزي بيحاول يساعد فيتز يفهم فكرة اكتشافه، وأخيرا فيتز بيلاقي الإجابة في تصميماته القديمة اللي ماكنزي على طول بينقلها لزمايله. بعدها العملاء بيلاقوا كريل وبيشوفوه بيعمل صفقة وقاعد على كرسي في الحديقة، وفيل بيدي الأمر إنهم يتفرقوا ويتابعوا كلا الرجلين بعد التبادل. بس هانتر بيقضي على زمايله وكمان بيتخلص من قناص زميله علشان محدش يتدخل في صفقته مع الجنرال. وبنشوف إن كريل بيتوسل الزبون يساعده ويتخلص من مشكلة اضطراب قوته، وأخيرا الراجل بيساعد المتحول وبيتخلص من المشكلة بقوة عقله. وقبل ما الصفقة تنتهي وممثل هايدرا بيمد ايده علشان ياخد الشنطة، بيلاقوا هانتر بيضرب عليهم النار وبتكون الرصاصة الأولى بتطير. فكريل بس هو بيقدر يتحول تماما لمعدن الكرسي اللي كان قاعد عليه وبينقذ نفسه، وبيجري كريل على هانتر وبيوصل له لما استخبى في الفندق. وقبل ما يقتله بلحظة كولسون بيقدر ينقذ هانتر وبيحط اختراع فيتز في ظهر كريل واللي بيدمر الشخص المتحول ده في ثواني. بعدها الجنرال بيوفي وعده مع هانتر وبيعمل جنازة كبيرة لصديقته اللي توفت. وبنشوف هانتر بعدها بيكسر عربية أختها وبيعلق سلسلة صديقته هارتلاند على المراية في العربية. بعدها بيقابل هانتر رئيسه كولسون وبيقول لهانتر إنه مستعد يرجعه لشيلد تاني بالرغم من الخيانة اللي عملها، لكنه بيعتقد إن كل ده حصل في سبيل قضية تنجح. وفي الوقت ده فيتز وماكنزي بيفضلوا يتناقشوا في التكنولوجيا وبيسألوا صاحبه إزاي قدر يتحمل فقدان شريكته العميلة سيمونز. وهنا بيكون فيتز متردد لكنه بيقول لصاحبه انه مفيش حاجة اتغيرت لان البنت اللي في خياله هي زميلته اللي ماتت وانها لسه موجودة معاه. بعدها بنشوف ديزي بتعترف لميليندا انها حاسة ان في حاجة بتحصل مع كولسون، بس ميليندا بتطمنها انها بتتخيل. بعدها بنشوف ميليندا بتوصل لمكتب مدير شيلد وبتقفل كل الشبابيك والابواب وبتشغل الكاميرا عشان توريله واحدة من نوبات كولسون لما بيحط رسومات غريبة على الحيطان علشان تفوقه كويس لحياته. بعدها بنشوف رينا بتسرح في الحجر اللي وصل لها بعد العملية زي ما وعدها كولسون، وبيجي رئيسها وبيأمرها تمسك الحجر بإيديها وهي لازم تنفذ الأمر على الرغم من خوفها. لكن الصدمة إن مفيش حاجة مخيفة بتحصل، بل كمان على العكس تماما. والحجر الغريب ده بيظهر عليه نقوش متوهجة في شكله الخارجي زي النقوش على الخريطة. بنرجع بعدها لكولسون اللي بيوصل للمكان اللي محدده هانتر مع الجنرال انه يتسلم فيه، والمدير كولسون بيقدم للجنرال صفقة وهي انهم هيدوا الجنرال اشلاء كريل للتجارب وهيسلموا الاشلاء التانية المميزة والخطيرة بالذات، وفي المقابل الجيش هيسيب منظمة شيلد في حالها. وبيكون الجنرال على وشك انه يرفض بس كولسون بيظهر قوة منظمته وبتظهر طائرة مختفية فوقيهم وبتوجه أسلحتها على الجنرال وجنوده، والجنرال بيقرر يتعاون مع العملاء. بعدها بشهور بعد الاستيلاء على جسم كريل الجنرال بيبعته للمختبر وبينجح في استعادة المتحول. بعد ما بيحصل على المتحول بنشوف الجنرال بيدرس المادة اللي هو مكون منها في مخططاته العامة وبيكون عنده خطة للاستيلاء على العالم باستغلال قدرات المتحولين كلهم. والجنرال بيزوره وبيوعده انه هيساعده يتخلص من الاصوات في راسه، ولما بيوافق بيلمسه الجنرال وبيصدم الكل لما بيحوله لسائل وبيمتصه جوه جسمه. وبعد ما بيستعرضوا لقطات الكاميرا عملاء شيلد بيحاولوا يفهموا ايه هو الجنرال ده وانه يعتبر خطر على البشر. بعدها الفريق بيروح لبيته وبيتوقعوا انه هيحب يزور ابنه، وبيكون العملاء بيتصرفوا لوحدهم بدون علم المنظمة علشان كولسون محجوز على سفينة منظمة سرية عايزة العنصر او السيرم اللي منه بيتكون الابطال الخارقين. وبيكون تخمين العملاء صح لان الجنرال بيروح لبيته، بس بيكتشفوا انهم استخفوا بيه لانه بيستعمل قدرات خارقة متعددة وبيفشلوا انهم يقبضوا عليه وبيقلب العربيات عليهم وبيهزمهم. بعدها الفريق بيبلغ كولسون باللي حصل والمدير هيكون على وشك يطور خطته للقبض على الجنرال،
بس مش هيكون في وقت العمل ده. وخلال المعركة ايده بتلمس مادة سامة وبيكون كولسون في خطر، وبيجتمع عملاء شيلد سوا وبيناقشوا في كل الخيارات الممكنة. واتضح ان عندهم جرعة واحدة بس من السيرم، ولازم يختاروا اما ينقذوا كولسون او ينقذوا العالم عن طريق تدمير الجنرال بالسيرم. والفريق انقسم لنصين، جزء بيؤمن انه لازم يتم انقاذ كولسون، ما بين ان الجزء التاني بيؤمن ان انقاذ العالم يكون اولا. والجدل بيوصل ميليندا انها تكسر السيرم الاخير علشان تنهي الجدل، وبيقول فيدز انه هيشتغل على علاج جديد، وبيشوف العملاء ان نهاية العالم لا مفر منها. بعدها بنشوف الجنرال بيخطف بنت صغيرة وامها على سفينته، وبيسأل البنت عن معدن الفضاء اللي بيزيد قدرات الاشرار، بس على الرغم من محاولاته البنت بترفض. في الوقت ده كولسون بيستعيد وعيه وبيتم زيارته من العميلة رودريجيز، وبتطمن عليه وبتعتذر له انها كانت ضد انقاذ المدير، بس الزعيم بيطمنها وبيعترف انه كان هيعمل نفس الشيء. وبنشوف العملاء رايحين لشيكاغو، وهناك تم الابلاغ بخصوص الجنرال. وفي الوقت ده الجنرال بدأ بالفعل في تدمير المدينة عن طريق انه بيستخرج قطع صغيرة من المعدن الثمين من الارض. وخلال مرض كولسون الفريق بيختار ماكنزي كقائد، والعملاء بيستعدوا علشان يقضوا على الجنرال السابق. وشيلد بتجهز عمليات الاجلاء للناس، والبنت المحظوظة اللي خطفها الجنرال بيقدروا ينقذوها، بس أمها مش معاها، فبيدور ماكنزي عليها بس بيقع في فخ الجنرال. وفي الوقت نفسه الجنرال بيواصل تدميره، بس ديزي اللي عندها قوة خارقة بتضربه وبتطلب منه يوقف، وبتفكره بذكرياته في الجيش وبابنه اللي بيخاف انه يتغير منه، بس الكلام ده ما بيأثرش فيه. وبيمسك ديزي وبيرفعها في السماء، وبعدين بينزلها بسرعة وبيحاول يهدم الأرض. فديزي بتستغل اللحظة وبتحقن نفسها بالسيرم، وبتبقى أقوى بأضعاف من الجنرال، وبتضربه بقوة لدرجة رفعته في السماء، وبينتهي في الفضاء الخارجي وبيتجمد على طول. وبتنتصر ديزي، وبنشوف العملاء بيموتوا بعضهم في المعركة، وماكنزي بيشهد ده وبيحزن على زمايله. بعدها بنشوف كولسون بيتحسن، والفريق بيستعد لعودة المدير، وبيتجمعوا على الطيارة، والعملاء بيقدموا احترامهم لزمايلهم اللي ماتوا، وكذلك لكولسون اللي هيتقاعد. وبيودعهم كولسون وبيمشي، وبيسيب المنظمة في عهدتهم وإنهم يفضلوا يحموا العالم من أي خطر. المسلسل المميز ده لسه مخلصش. لو كنت تابعت معايا الملخص للآخر وعجبك قولي في التعليقات، لو حابين نكمله.